هو تقريبا مش هنعرف نلحق الطيارة. الأتوبيس بتاعنا متأخر تقريبا ساعة عن ميعاده. وهنا كنا لسه منتظرين الأتوبيس يجي، ولحد دلوقتي ما كانش لسه جه، وعلى الابليكيشن بتاعهم كان مكتوب ان هو متأخر ساعة عن ميعاده، وكان نقدر نتابع حركة الأتوبيس بتاعه، كان لسه بعيد جدا عن مكان ما احنا كنا منتظرين فيه. وأخيرا وصلنا فينيسا، وأول ما وصلنا جرينا على طول على محطة القطر عشان نروح نلحق الطيارة. خدنا التيكت. بتاعت نزلنا عملنا خدنا الريسك اشترينا تيكت للقطر عشان نوصل أسرع، بس احنا مش فاهمين أي حاجة في الموضوع ده، فاحنا مستنيين اهو. ثواني، هي قالت محطة رقم 4، رصيف رقم 4. تعال مش ده. وأول ما نزلنا من القطر اكتشفنا إن إحنا محتاجين مواصلة كمان توصلنا للمطار. وهنا بقى قعدنا في المنطقة دي حوالي 20 دقيقة تقريبا بنحاول بس نلاقي تاكسي أو الأتوبيس اللي بيودي على المطار على طول. دي مفيهاش تكاسي ولا مش فاهم؟ مش عارف. أنا شايف الناس كتير هناك ومكتوب عليه ترابيس. ايوه تعالى. Hello guys, sorry, travel to airport from here. Trabzon. Yeah. Number is No, this one here. Okay. Okay. Thank you. طب احنا المفروض نستنى كده. وهنا كنا فقدنا الأمل تماما في الأتوبيس، وبندور على تاكسي، أي تاكسي يودينا، أي مواصلة تودينا. بعد الطيارة ضيعناها بسبب بس ان احنا ضيعناها بسبب ان اللي كان فيه زحمة ده اولا، وتاني حاجة احنا قعدنا ندور على تاكسي بس ملقناش غير في الاخر. التاكسي طول الوقت كان قدامنا واحنا مش شايفينه. والطيران اللي بعد كده اللي بعدها عاملة 500 زلوتي، يعني تقريبا رقم كبير الصراحة. بفكر اقعد لبكرة، من بكرة اخد طيارة تانية، بس مش عارف. ضيعنا على 5 دقايق، حرفيا 5 دقايق بالظبط. وهنا بقى كنا بنتناقش هنعمل ايه، وفي الاخر الموضوع رسي على ان شهاب لازم مضطر يرجع في نفس اليوم على الطيارة اللي بعدها، وانا قررت ان انا هقعد النهاردة كمان اشوف فينيسا، وهرجع في الطيارة اللي بعد كده تاني يوم. بنشتري تذكرة جديدة، بنشتري حزن جديد. ده منين؟ انت فاكر نفسك يا اسطى رجل اعمال؟ مش فاهم. احجز لي على اقرب طيارة. على الطيارة عجوز. مش فاهم. ده صدقت الست لما قالت لك اطلع بره واحجز اقرب طيارة. ده الست نازلة يطلع ورا عجوز. يا اسطى انت دارس ده انا جايب ب 80 ليرة، 80 زلوتي. 80 زلوتي من كام؟ قلت لي كام؟ 115 يورو. ده بتمن الرحلة كلها، ده احنا ما عملناش كده. ما فرقناش قد كده يا اسطى. اقسم بالله يا جدعان شعور معفن. اقسم بالله. انا كنتش مستنيه الصراحة.
بص عامل ازاي شكلي اصلا، بقالي بتاع 3 ايام ما نمتش شبه يلا ماشي. وشاب تقريبا احنا كده هنفتري يا جدعان. شاب بس شاب عامل نفسه رجل اعمال وبيشتري، استنى كده، بيشتري 115 يورو تذكرة الطيارة. بس انا لا مش هشتريه والله، مش هشتريه، انا هقعد يوم كمان زيادة يعني. حلو، انا بحب فينيسا اصلا، انا امي قالت لي روح زور فينيسا. شوف فينيسا. فلا مش عارف، عايز تقول حاجة؟ لا شكرا، مش هذا ولا حد. ليش تراهم؟ كونفيرمنت والله ودي. مش عايز. طيب عبد يلا اغلى تذكرة اشتريها هاي وربنا. شهاب اتهور وجاب اصلا بالميزانيه بتاعت السفريه كلها، جاب تيكت طياره عشان عايز تقول حاجه، عايز تقول انت اتخزنت تقول الصح. وبصراحة يعني الخطأ الوحيد اللي عملناه يعني إنه ما ركبناش طيارة، فنستحق يعني عادي، مش مشكلة. الحمد لله الحمد لله على كل حال يعني. الحمد لله. يلا يا جدعان، يلا تعال نشوف بقى نعمل ايه ونرجع تاني. المطار اهو خرجنا منه وهنشوف هنروح فين، لان الصراحه ما عنديش اي فكره هنعمل ايه. تقريبا شهاب هيسافر النهارده على خلاص أنا مودع إيطاليا إن شاء الله اليوم. بس انا لا، انا قاعد خلاص. ايطاليا مش عايزه تسيبني، اعمل ايه؟ هقعد في ايطاليا. فهنشوف هنعمل ايه بقى، يلا بينا. انا حاليا رايح وسط البلد اللي هي فينيسا. احنا بعيد طبعا بتاع 3 كيلو، المطار بعيد 3 كيلو عن المدينة، فرايحها مشي. وخلينا نشوف بقى شوارعهم عاملة ازاي، اللي هي بعيدة عن الأماكن السياحية والكلام ده. فيلا بينا نشوف. حمام يا جدعان، بعيدا عن ان انا متبهدل كده تمام. اغزق يا نهار ابيض، اتحرك. ده الحوض، المناديل ايه ده بتاعت البيبي، بيقعدوا العيلين عشان يغيروا له. ده الحمام. ده لما نيجي نخرج بتعمل كده. بص معايا كده،
وصلنا يا جدعان، الله حنولك. وصلنا كده من اولها فعلا، من اولها كده. بقول لك كده فينيس يا يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا في فينيس. زي ما بقول لك ايه. دلوقتي بحاول اموف اون من موضوع الطيارة ده واننا احنا فوتنا الطيارة والكلام ده، فقررت ان انا اجي هنا ترى فينيس. فان شاء الله هنقضي يوم كده لذيذ لحد طيارة بكرة، وهنشوف هنعمل فيها ايه يعني. هل هنتعايش مع الموقف ولا هنتضايق؟ بس متوقعش ان انا اتضايق، خلاص يعني اللي فات فات يعني. فخلينا نلف نشوف هنروح فين. بس ممكن تشيز مفيش نابلتين تقريبا ولا حاجه كده. ليه؟ البيتزا يا مش زي بتاعت روما خالص. جرب موجود بدون باذنجان بجد. Mio marito in Cina 2 mesi prendeva pedini sporco. هسيبكم مع لحظات في البندقية. هنروح ناكل مكرونة سباكيتي او لازانيا او بيتزا، لسه ما قررناش، في مكان مشهور وكده. تعالوا معانا. عارفين؟ لا ده جو كتير الصراحة. فسيبوني بقى اكمل الاكل دي، نشوف اللي بعده. دلوقتي رايح على المكان بتاع الفندق لان انا خلاص تعبت الصراحة، فهروح اعمل تشيك ان
هو مش فندق، هو هوستل. ممكن لو في حيل يعني والبطارية فضلت مكملة ممكن افرجه لكم كمان. وممكن نكمل بكرة قبل الطيارة، ممكن برضو نحاول نستغل البتاع ده ونعمل موف اون لان انا الموضوع كأول مرة ليا الصراحة اضيع طيارة. انا دايما بضيع باص قطر، انما الطيارة ده الليفل الكبير، فهنشوف. يلا خليكم معنا، سلام. يلا نبي. سلام وحش ان شاء الله. عليه السلامة. يلا هروح انا بقى. تقريبا خلصت، هنروح بقى ننتشر لوحدنا. Trieste centrale with scheduled departure at بسم الله الرحمن الرحيم. 51 نبدأ مهمة at جديدة. platform 2. يلا بينا. Regionale Guida veloce Maria 3983 off Trenitalia to Bologna Centrale with scheduled departure at 16:53 at platform. خرجنا. خرجنا ازاي اخد بقى؟ ده بابا. هنطلع لفوق، هنكمل يعني على يمين. احنا تقريبا بنطلع تاني نفس المكان ولا ايه؟ لا، في عندهم ماكدونالدز حلو قوي الكلام ده. احنا ملوك الماكدونالدز في الطلعة دي. فين بقى احنا هنحتاج نعدي خلصانة. يا جدعان استنوا، اخر يا نهار ابيض، اخر 50 ثانية والكارت الميموري هيتملي. طب هقفل انا وافتحه لما اوصل. سلام. هو حتى الان حلو والله يعني، زي ما انتم شايفين كده شياكة في كل حاجة. بس هو والله يعني هنشوف الأوضة نضيفة ولا لأ، بس يعني مقارنة بالسعر مش متوقع حاجة يعني أوي. المهم أي أوضة تخلص، فلما نشوف. اوكي أنا 602 602 صح؟ 602 614 602 اهي الكارت. لما نشوف هو يعني مش أجمد إطلالة على الكوكب بس تمام يعني تمام. وهنا هنا السراير كده، ده السرير بتاعي كمان اهو، ده اللي فوق ده تقريبا حمام مشترك تقريبا. انا خايف لا افتح على حد الاقيه بوشي. هو تقريبا في حد فعلا اوريدي جوه. شاور تواليت شاور كمان، حلو والله كول. فتقريبا هنكمل اليوم ده، تقريبا هنكمل اليوم ده كده، وهنشوف بكرة ممكن نكمل بايه. وهكمل بالكاميرا لان انا الكاميرا بتاعتي قربت تخلص، الكارت الميموري بتاعي اتملى، فحاول افضي منها شوية واكمل تاني. سيو. هو بعيدا عن الأوضة حلوة الصراحة. هنا السرير بتاعي، بس تقريبا في حد قاعد هنا وقاعد هنا. فبص ده الحمام، ده اللي هو الدش تمام. شاور
ده شاور تاني، وده التويلت. احلى حاجة بقى في التويلت ايه بقى؟ ان هنا مفيش بيدة اللي هو الشطاف، فده كده عظمة صنع. بس فاحنا نقضي فيه اليوم، وحلو اوي على كده، حلو اوي 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 على كده. بس خلينا بقى ايه، ناخد دش ونشوف بقى هنعمل ايه، هل هنكمل ولا هنام ولا ايه. فخلينا، والله بدأت احب المنظر من هنا الصراحة، انا قنوع وهقبل بيه. بسم الله، نبدأ. خلاص كده ماشي، بس تقريبا معرفتش احل امبارح مشكلة الكاميرا، فهنشوف. هحاول كمان احل مشكلة الكاميرا عشان اصور بالكاميرا الصراحة اريح بكتير، ونشوف. يلا سلام، لو اعمل تشيك اوت ونمشي. بعد توهان وضيعنا الطيارة الأولى، رايحين على الطيارة التانية يا جدعان، رايحين على الطيارة التانية. إن شاء الله نوصل بالسلامة وما تتكررش تاني الحركة دي إن شاء الله. Or scan the QR code in the seat in front of you or in your boarding pass. تعبت والله الصراحة، فخلينا نشوف هنركب ايه للمدينة بتاعتي ان شاء الله. يلا سلام.